انتقالنا من مرحلة مندسين يقتلون مدنيين لمرحلة جماعات مسلحة تقتل الجيش، كيف ممكن نفسره؟ نعم سيدتي، رواية السلطة رواية ضعيفة وهي لا تملك أدلة. حتى ضيفك مرتين تهرب من الحديث عن أدلة. أنا لا أكذب على الشعب السوري، أنا أشاهد هذه الفيديوهات التي يشاهدها العالم أجمع في واشنطن وفي أوروبا وفي تركيا، جيراننا الأتراك يشاهدونها ويشاهدها العالم العربي. هناك فيديوهات الجنود يتصورون على جثث الناس، الجنود يعني يبتسمون وهم يتصورون على الأشخاص الملقين على الأرض. أما الحديث عن المروحيات مصورة، هناك فيديوهات تم استخدام اللواء 63 في إدلب، مطار تفتناز العسكري، لانطلاق المروحيات منه، وهذا كله مصور ومثبت بالفيديوهات. أنا حتى الآن أتمنى وأتوسل للسلطة أن تنشر فيديو واحد عن مسلح واحد فقط. هذه لا تملك السلطة أي دليل، وإن كانت السلطة صادقة فلتسمح لوسائل الإعلام أن تدخل وتصور. اعتقال كل الإعلاميين وطردهم من البلاد وإغلاق البلاد بهذه الطريقة، لأن الدولة لا تستطيع أن تقنع يعني بروايتها أي شخص. حتى الأشخاص الذين يدافعون عن رواية السلطة عاجزين، تجديهم مكبلين ومساكين. أشعر بالشفقة عليهم عندما تجديهم في مأزق، يعني يواجهون مذيعي الوسائل الإعلامية وهم لا يجدون جواب عن النقاط. يعني أين أتت العصابات المسلحة؟ لدينا 13 فرع أمني سلطنا ضروب من العذاب على مدى 10 سنوات في المعارضة، كلنا اعتقلنا وذهبنا للسجون وتنكيل ومحاكمات. أين كانت هذه الفروع؟ من أين أتت هذه العصابات المسلحة؟ ما فيك تفتح محل تصلح أحذية، كشك تصليح أحذية وبيع فلافل على الرصيف، ما فيك بدون موافقة من إدارة أمن الدولة. ووجد كل هذه العصابات المسلحة مع كل كميات هذه السلاح. استخفاف بعقول الناس بهذه الطريقة لا يفيد يا صديقي، والناس ليست أغبياء ولا يمكن أن تصدق ما يحصل. يعني خذي مثلا ريم حداد مديرة التلفزيون السوري، بالأمس تقول أن المواطنين الذين ذهبوا إلى تركيا ذهبوا لزيارة أقارب لهم. استخفاف بعقول الناس بهذه الطريقة واستغباء المواطنين واستهبالهم إن والله المواطنين يستمعوا إلى سنة. 4000 شخص خرجوا إلى تركيا كلهم لزيارة أهلهم. 4000 وهي تقول أن هؤلاء، وهناك فيتشر عليها بالجارديان اليوم يسخر منها، أنها تقول أن من خرج إلى تركيا ذهب لزيارة أقاربهم وذويهم. هناك مدن تحاصر وتقصف بالدبابات، هناك مقبرة جماعية بدرعا شاهدناها بالفيديوهات، هناك عاطف نجيب الذي يقود العمليات في إدلب والغير معتقل وضيف الغير صادق في كلامه. هناك عشرات النقاط التي لا تستطيع السلطة أن تجيب عليها. هناك فيديوهات وهناك أدلة ووثائق. السلطة ترفض حتى الآن الاعتراف. هي فشلت في إدارة التظاهرات وإدارة هذه الأزمة لأنها لا تعترف أصلا بوجودها. خطاب الرئيس عن أي استجابة يتحدث؟ استجابة السلطات لمطالب الشعب. خطاب الرئيس نفى وجود مثل هذه التظاهرات وقال أن هؤلاء مندسين ومؤامرات. ذكر كلمة مؤامرة 13 مرة بخطاب 10 دقائق. هذه عقلية السلطة في سوريا للأسف. لا نتحدث عن سلطة تقبل وجود هذه التظاهرات. بعدين إذا كان هناك عصابات مسلحة، عندي سؤال، لماذا تم إزالة تماثيل حافظ الأسد من حما ومن دير الزور ومن عدة مناطق في سوريا؟ راح نتابع هذا الموضوع. أيضا هذه التماثيل، ليس هناك عصابات مسلحة. أنا لا أشد على يد سيد محمد عبد الله حتى نكون واضحين سيد عصام تكروري، لكن نحن نتابع كل يوم بيوم ما الذي يحصل والأخبار. الرئيس السوري وصف الناس اللي خرجت في درعا بأنهم جماعة من مثيري الشغب، بمعنى أنه لم يكن في اعتراف بأن هؤلاء لهم مطالب وحقوق ويطالبون بها. دعونا نتوقف مع فاصل.